ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه واخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ حلقه النهارده عن كوميديان مميز وبصراحه بيموتني من الضحك. الكوميديان اللي معانا النهارده هو ميشيل ميلاد، فتعالى سوا احكي لك قصته واقول لك بدأ ازاي وازاي بقى علامه جوده في الكوميديا. لو بدأنا القصة من الأول فميشيل بيحاول من زمان جدا وزي أي ممثل يعني بدأ في مسرح الجامعة، في 2019 هو شارك في مسلسل اسمه أنا شيري دوت كوم. صراحة أنا ما أعرفش المسلسل ده خالص، بس لقيته وأنا بدور على موقع السينما يعني، فقلت أكيد هو شارك فيه فعلا مش هكذبه. المهم يا سيدي، ميشيل لما لقى إن موضوع إن هو يشارك في أعمال تلفزيونية وأفلام ده صعب جدا، اتجه للسوشيال ميديا، ومع اتجاهه للسوشيال ميديا عمل شخصية اسمها كابتن جاك الشبراوي، وما كانش يعرف إن الشخصية دي هي اللي هتغير حياته. اقول لك مين ممثلتك المفضلة، كيت وينسلت ولا سكارليت جونسون؟ اسماء جلال. ايه الهوا ده؟ جامده. ايه ده؟ ايه ده؟ شخصية كابتن جاك كسرت الدنيا حرفيا، وميشيل كان ظابطها بشكل مش طبيعي، ومن كتر ما ميشيل عمل الشخصية بشكل رائع الناس صدقت ان ده انجليزي بجد، ده مش مصري، لا ده انجليزي. ومن الناس اللي صدقت واحد صاحبي اسمه سيف سرور، حبيبي يا سيف لو انت بتتفرج يعني. ميشيل بقى عجبته اللعبة دي وان الناس مفكراه انجليزي بجد، فقرر يزاولهم وعمل فيديو فيه هو كميشيل وهو ككابتن جاك. بصراحة الفيديو كان حلو ولذيذ ودمه خفيف، وانا اتبسطت وانا بتفرج عليه وانا بحضر الحلقة. نجاح الشخصية خلى العيون عليه وخلى المخرجين يبدأوا ياخدوا بالهم منه، عشان في سنة 2023 يعمل اول ظهور درامي في مسلسل الصفارة. بصراحة أنا ما كنتش فاكر الدور ده خالص غير لمّا دوّرت ولقيت المشهد يعني، وهو كان دور صغير تقريبًا حلقة، حلقتين، حاجة في الrange ده، بس بصراحة كان مشهد حلو وكان دمه خفيف يعني ما أقدرش أقول غير كده. وتيجي سنة 2024 اللي عمل فيها 4 أعمال أولهم فيلم سُكّر. فيلم سُكّر ده فيلم musical اتعرض على شاهد، بس تقريبًا ما حدش اتفرج عليه غير المنتج. هو فيلم غريب أوي، كان فيه ياسمين العبد ومحمد ثروت وماجدة زكي، يعني مش عارف إيه التجميعة دي أساسًا. وبرضه شارك في فيلم هابط اسمه بنسيون دلال مع عمر متولي وبيومي فؤاد، وواضح من شكل البوستر وواضح من الاسم ومن الكاست ان ده فيلم هابط من بتوع بيومي يعني. بس ميشيل بيلحق نفسه وبيعمل ضيف شرف في مسلسل اشغال شقه الجزء الاول، كان طالع بدور المترجم بتاع المهرجان الهندي وكان عامل الدور حلو قوي بجد. مشهده كان من احلى مشاهد الجزء الاول من اشغال شقه، وردود فعل مصطفى غريب كانت بتموتني من الضحك. واخيرا ميشيل بياخد مساحه كبيره نسبيه في مسلسل 6 شهور مع نور النبوي. على فكره دور ميشيل في 6 شهور ما كانش دور سهل خالص، ده كان دور صعب جدا، دور عن شاب جبان وبيتهته وبيحب واحده وما عندوش الجرأه الكافيه ان هو يعترف لها. وفعلا ميشيل كان عامله بشكل جامد جدا ومتقن الدور بشكل مش طبيعي. انا مش فاكر الدور كان فيه كوميديا ولا لا، لان العمل ده من سنتين وما رجعتلوش تاني، بس بشكل عام انا فاكر ان هو فعلا كان عامل دور كويس قوي. الدور ده بقى كانت مساحته كبيره شويه وكان بيطلع في حلقات كتير، وده ساعده قوي في اللي جاي. اللي جاي ده بقى هو اقوى مرحله في كارير ميشيل ميلاد، واللي بدات في 2025 رمضان 2025. ميشيل بيشارك في مسلسل النص الاول مع احمد امين. برضه غالبا انا واي حد اتفرج على النص متفق ان من بعد دخول ميشيل للاحداث الكوميديا زادت والاحداث حلوت قوي. وبالمناسبه انا بعشق دور اسماعيل في النص وبستنى مشاهده مع احمد امين، بجد بتموتني من الضحك. بس احنا اخيرا وصلنا لاهم نقطه في تاريخ ميشيل ميلاد، وهو فيلم الساده الافاضل. يلا يلا. يلا اخلص. اي جوهري. ما يا ابن الكلب. كنت اقول له يابا نفسي العب شطرنج، كان يقول لي لا عشان قمار. عشان صعب. كل اللي فات كوم، ودور محمود العويل في السادة الأفاضل هو كوم تاني خالص. فيلم كان ناجح جدا سواء لما نزل في السينما أو لما نزل بعدها على النت، وأكتر ناس كانوا بيتشات بيهم كانوا ميشيل ميلاد، طه دسوقي، علي صبحي. حرفيا كانوا التلاتة مع بعض بالنسبة لي هو أحلى خط درامي في الفيلم، وكمان كانوا أكتر تلاتة طلع منهم ضحك، بالذات ميشيل ميلاد يا جماعة كان مبهر. من بعد الدور ده بقى كل حاجة بتتغير، المخرجين بيبدأوا ياخدوا بالهم منه، الجمهور بيبدأ يحبه ويستنى ظهوره اللي جاي بعد كده، عشان في سنة 2026 واللي عدى منها 3 شهور بس بيشارك في 4 أعمال مختلفة. بدأ 2026 بمسلسل هي كيمياء. سيجارة يا أستاذ لو سمحت. طبعا يا فندم اتفضلي. هتفضل إيه؟ اطفي السيجارة، إحنا في مستشفى. اقول ايه اكتر من ان هو كان مرعب يا جماعه. الكوميديا في المسلسل ده كانت جباره، وده مقارنه بكوميديا رمضان 2026 اللي تقريبا كانت معدومه يعني. بس تخيل معايا ميشيل ميلاد، مصطفى غريب، ودياب مع بعض في مشهد واحد، حرفيا مثلث الرعب. الثلاثه كان مستواهم رهيب وكانوا بيسلموا بعض افات رايح جاي كانت بتموت من الضحك. وحط ميشيل ميلاد بقى مع اي ممثل في المسلسل ده لوحدهم هيطلعوا ضحك، ميشيل ميلاد هيطلع منه ضحك. هو ليه مشاهد لوحده جامده، ليه مشاهد مع دياب جامده قوي،
ليه مشاهد مع مصطفى غريب رهيبه. ففعلا الدور ده كان حلو قوي وكان شايل جزء كبير من كوميديا المسلسل على كتافه. وبعد ما خلص هي كيمياء في النص التاني من رمضان رجع كاسماعيل في مسلسل النص التاني، رجع بنفس مستواه في الجزء الاول، بل كمان مساحه دوره كبرت اكتر واكتر. صراحه انا كنت بستنى مشاهده مع صدق صخر عشان يقول انا ما بحبكش يا عم علو ويمشي يعني. وكمان زودوا مشاهده مع احمد امين، اكتر مشاهد انا بحبها في المسلسل كله اساسا. هم اساسا اللي بيضحكوا في النص هم 4 على بعض، يعني ميشيل ميلاد وحمزه العيلي ودنيا سامي واحمد امين. بس ده مش مهم عشان ميشيل ميلاد في موسم العيد اللي احنا فيه ده بيشارك في فيلمين اولهم برشامه. دوره في برشامه يعتبر ضيف شرف، لكن والله ضحكني وصعب عليا وانا بتفرج، واللي اتفرج هيفهم هو صعب عليا ليه. وتاني فيلم هو شارك فيه كان فيلم ايجي بيست مع احمد مالك مروان بابلو وسلمى ابو ضيف. حرفيا هو كان عنصر الكوميديا الوحيد في الفيلم، وكان دايما اي مشهد بيطلع فيه هو مشهد كوميدي فعال جدا. انا واحد كان بيتفرج على الفيلم في اول يوم عيد في السينما، ميشيل ميلاد ضحك السينما كلها بتاع 3 مرات. في الاخر ميشيل راجل ذكي وممثل دمه خفيف بجد وعنده تلقائيه وقبول مش طبيعي. طلع السلم واحده واحده لحد ما بقى علامه جوده، وانا بصراحه مستني اشوف عمل من بطولته. واتمنى لما ياخد خطوه البطوله يحسبها صح زي ما مصطفى غريب عمل عشان يطلع بعمل كويس جدا. ولو انت لسه مكمل الحلقه لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، سلام.